لما اشتري حاجه كنت شايفاها هتبسطني، لما احصل عليها مش بتبسطني. ليه؟ حلو قوي السؤال ده. لان بكل بساطه الانسان، الاحساس السعاده ده احساس داخلي عند الانسان، هو اللي بيعمله، مش الاشياء الخارجيه هي اللي بتعمله. فطول ما انت مستني او مستنيه انه الفلوس تبقى معاك عشان تتبسط، السفريه تروحها عشان تتبسط، العربيه عشان تتبسط، اللبس عشان تتبسط، عمرك ما هتتبسط. طول ما انت مركز على اللي لسه ناقصك انه يجيلك فتتبسط، عمرك ما هتتبسط. يا رب نستوعب. ليه بقى عمرك ما هتتبسط؟ لانه بطبيعه الحال السعاده هي طريقه تفكير، لكن هي مش في الشيء. لان انت ممكن تبقى على البحر وبتعيط وزعلان، ممكن تبقى جوه العربيه مبسوط، وممكن تبقى جوه العربيه متضايق، ممكن تبقى في الشغلانه مبسوط وطاير ان انت شغال في الشركه اللي انت نفسك فيها وبتحلم بيها، ممكن تبقى بتلعب عن اليوم اللي انت بقيت فيه في الشركه دي وكاره مديرك مش ده كله موجود في حياتنا؟ يبقى بالتالي السعاده مش في الشيء نفسه ولا في المكان ولا في الفلوس، انما السعاده طريقه تفكير. وطول ما انت مركز على اللي ناقصك ان هو مستنيه يجيلك عشان تتبسط، عمرك ما هتتبسط. عارف ليه؟ لان مجرد ما هيجي لك هتشوف حاجه تانية غيرك ناقصاها، غيرها ناقصاك، ومجرد ما يجي لها تجيبها هتشوف اللي بعدها واللي بعدها. هتفضل عامل زي يعني لا مؤاخذه يعني راكب الساقيه، مستني الجزره اللي على طول قدامك، ما بتوصلش، عمرك ما بتحققها، عمرك ما بتوصل ان انت شبعت سعيد، علشان مستني اللي ناقصك. وهذه النقطه، السعاده طريقه تفكير، واعرفها كده اهو، انه طول ما انت مش عارف تكون مبسوط دلوقتي باللي معاك وانت عارف ايه اللي ناقصك، عمرك ما هتتبسط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي محتاج تبقى عارف ان انت عندك صحه اتبسط بيها، عندك بيت اتبسط بيه، عندك اكلك وشربك اتبسط بيه، عندك فلوس تكفيك اخر الشهر اتبسط بيها، عندك لبس، عندك مصاريف المدارس، عندك عربيه بتوديك وتجيبك، ايا كان اللي عندك اتبسط بيه. لان انت لو مش عارف تتبسط بيه، مهما جالك عمرك ما هتتبسط. ومهما جالك بما ان انت مش عارف تتبسط بيه، مش هتحس بقيمته اصلا، مش هيفرق معاك في حاجه. يبقى بالتالي اللي معاك تشوفه وتتبسط بيه. طب هتعمل ده ازاي؟ طب ما انا حاولت كتير وما عرفتش. انك في طريقه مساعده كده اهو، تفترض زواله. تفترض ان الصحه اللي انت مستهتر بيها، اللي شايف ان هي عادي، تزول. ما انت شايف قدامك ناس كتيره بتعاني وبتصحى كل يوم بالام مزمنه، انت الحمد لله صاحي النهارده جسمك زي الفل، مش حاسس بالم. اتبسط. اتبسط ان انت كل يوم صاحي فيه نشيط بدون الم. اتبسط لان غيرك بيصحى كل يوم متالم. فده مثال. حاجه تانية، ان انت تساعدك ان انت تدي الموضوع دوت وقت انك تستوعبه. ما تاخدوش كده كوبايه القهوه، اديها وقت ان انت تلاحظ قد ايه انت مستمتع بالقهوه. عملت كده، ايا كان اللي هيجي